بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله بعجينة وحدة غادي نشارك معكم 3 ديال الشكيلات ديال الحلوى بنكهات مختلفين، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين وبكمية اللي هي وفيرة. كنتمنى أخواتي إلى عجبكم الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه مع العائلة ديالكم والأصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين. وخليكم مع الفيديو حتى الاخر وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، في قصريه فاش غادي نجمع العجين عندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين. بالنسبه للزبده من الاحسن تكون بدرجه حراره الغرفه. كنضيف لها كيس ديال الفاني، وغادي نضيف كاس ديال السكر بودره او السكر كلاصي. غادي نضيف بنفس الكاس كاس ديال السكر حبيبات. كنضيف واحد شويه ديال الملحه، دائما كنضيفوها نصحو بها الذوق. وكنضيف زوج ديال الكؤوس ديال الزيت النباتيه. بالنسبه للكاس اللي كنقيسو به القياسات، يعني كنكملوا به القياسات كاملين. كنخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كتخلط الزبده مع السكر والزيت، عاد باش كنضيف زوج ديال العلب ديال الدانون بالنكهه اللي بغيتو. انا هنايا ضفت النكهه ديال الفاني. حنا كنعاود نخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا، او حتى كتحل ديك الزبده مزيان ما كتبقى لناش حبيبات في الخليط. يعني كنمعسوها مزيان مع دوك المكونات حتى كيرجع لنا الخليط على شكل كريمه كما كتلاحظوا معايا هنا. حتى كنخلط المكونات كنضيف كاس، نفس الكاس اللي كنعبر به السكر او كنقيس به السكر والزيت، كنضيفو ديال النشا. كتعطي لنا هشاشه لهاد الحلوه، كتجي هشيشه بزاف. تقدروا تضيفوا حتى لزوج كؤوس. هنايا ضفت زوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوى، وكنبقى نضيف دقيق على دفعات، وكنجمع العجين بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للعجينه كنضيفوا لها دقيق على دفعات البنات باش هكا ما كتجيش قاصحه بزاف. ضروري من العجينه يعني تبقى مرخوفه واحد شويه، حيت كنضيفوا لها النكهات. داكشي علاش كنخليوها مرخوفه واحد شويه حتى كنضيفوا النكهات. الا كان باقي خاصها الدقيق يعني كنضيفوا غير بشويه بشويه. هنا كنقسم العجينه على 3 كما كتشوفوا معايا، حيت غادي نخدم منها 3 ديال الشكيلات ديال الحلوى. وبالنسبه للجزء الاول كما كتلاحظوا غادي نضيف له واحد الكيس ديال الفلو بالنكهه ديال الكراميل. كما كتشوفوا تقدروا تضيفوا اي نكهه كنتو كتفضلوها، غير النكهه ديال الكراميل يعني كتجي في الحلوى زوينه. انا كنضيف غير كيس واحد، وكنحاول نخلط غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالي كما كتلاحظوا معايا. ما كنعجنوش العجينه بزاف باش هكا يعني ما كتجيش كتجبد. هنا كنحاول ندخل داك الكيس ديال الفلو في العجينه مزيان مزيان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وكما ذكرت معكم يعني ما كنعجنوش العجينه. بالنسبه للنصف الثاني ديال العجينه كما كتلاحظوا غادي نضيف لها النكهه ديال البيستاش، يعني النكهه السائله كما كتلاحظوا. كنضيف 3 ديال المعالق الصغار. وبالنسبه للون ديال العجينه على حسب الرغبه ديالكم نتوما، تقدروا تضيفوا حتى 4 ديال المعالق الا كنتو باغيين يعني تجي ناصحه بزاف. انا هنا ضفت 3 ديال المعالق صغار. وهنا بالنسبه للعجينه ضفت لها واحد شويه ديال الدقيق، حيت ديك النكهه سائله ترخفت العجينه واحد شويه. بالنسبه للجزء الثالث كما كتلاحظوا غادي نضيف له قياس 2 ديال المعالق ديال الشوكولا بيرميسيل. تقدروا تضيفوها الوان او تقدروا تضيفوا يعني غير اللون الاسود كما درت انايا. هنا كنخلط داك البيرميسيل مزيان مع العجين حتى كندخلوا فيه مزيان. وهنا غادي ندوزو باش نشكلوا اول شكل ديال الحلوى. بالنسبه للشكل الاول غادي نديرها محشيه بالكاوكاو. عندي هنا الكاوكاو بعد ما حمرته في الفرن، طحنته وضفت جمعته بالزبده والعسل وواحد شويه ديال المزهر، وكنكورو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، يعني كويرات صغار ديال الكاوكاو. تقدروا تضيفوا حتى اللوز او الكركع، داكشي على حسب الرغبه ديالكم. هنا كنهز كميه ديال العجين كما كتشوفوا معايا. كندير ديك الكويره ديال الكاوكاو وكنجمع عليها العجينه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وبالنسبه للحجم ديال الحلوى على حسب الرغبه ديالكم نتوما، كما كتشوفوا انا ما درتهاش كبيره بزاف. هنا كندخلها للفرن طيب على نار اللي كتكون مهيله. النار كتكون غير من الاسفل حتى كتبان لنا تحمرات، عاد باش كنشعلوا عليها النار من الاعلى وكنخليوها حتى كتحمر وكنحيدوها، يعني غير حتى كطيب ماشي كتحمر مزيان. بالنسبه للجزء الزواج كما كتشوفوا معايا اللي كيكون بالنكهه ديال البيستاج، طلقت العجينه ما بين زوج ديال الورقات يعني رققتها مزيان. وهنايا كنقطع او كنرشم العجينه بالرشامه اللي كتكون على شكل دائري كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للحجم او الرشامه على حسب الرغبه. هنا كندير دوك الدوائر ديال العجين في الصفيحه اللي كتدخل الفرن،
وكندخل الحلوى الفرن طيب يعني الطريقة العادية اللي كنطيبوا بها الحلوى. وبالنسبة للجزء الثالث ديال العجين غير كنديروا لها البيرميسيل، كندخلوها للثلاجة باش هكا ما كيطلقش فيها داك الشكلاط وكيتخلطوا الالوان. هنا حتى هي كنطلقها بنفس الطريقة، ما كنرقوهاش مزيان وكنرشمها بهاد الرشامه اللي كتشوفوا معايا. وبالنسبه للرشمه دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنا ضروري ما نسرحوا العجينه ما بين زوج ديال الورقات باش هكا يعني كتساعدنا في الرفده اللي كنبغيو نديروها في الصفيحه. وكنطيبوا العجينه او كنطيبوا الحلوه ديالنا بنفس الطريقه اللي طيبنا بها الحلوه الاولى. وبالنسبه للتزيين ديال الحلوى هذه اللي كتكون بالنكهه ديال البيستاج، عندي هنايا الجليكوز في زلافه بعد ما سخنته مزيان. كندير الجليكوز للحلوى بالشيته كما كتلاحظوا معايا، وكندير الكاوكاو من الفوق بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. بالنسبه للكاوكاو بعد ما حمرته او تقدروا تقليوه في الزيت، انا درت له واحد شويه ديال الزيت ودخلته للفرن. تقدروا تقليوه او تقليوه في الزيت كما كنديروا اللوز. وكما شفتوا معايا درت كندير الجليكوز للحلوى، كنلصق ليها الحبات ديال الكاوكاو كما شفتوا معايا. وهنايا غادي ندير ديك الحلوى في الشكلاط كما كتلاحظوا. بالنسبه للشكلاط انا استعملت كالا، تقدروا تستعملوا اي شكلاط كان كيعجبكم. الا كان من غير كالا تقدروا تضيفوا له واحد شويه ديال الزيت النباتيه باش هكا الحلوى كتجي فيها اللمعه. الا كان كالا راه ما يحتاجش، انا دائما الحلوى كنخدمها بكالا. هنا كما شفتوا درت زينت الحلوى ديالي بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. بعد ما كنساليها كندير لها الكاوكاو وكنضيف لها الشكلاط من الفوق كما كتشوفوا معايا. الشكل ديالها كيجي زوين وماشي غير شكل البنات، يعني حتى المذاق كيجي زوين بزاف. وبالنسبه للحلوى اللي كتكون محشيه بالكاوكاو، عندي في زلافه الشكلاط كالا بعد ما ذوبته في حمام مائي، ضفت له واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش او الكاوكاو كونكاسي، وكندير الحلوى ديالي الشكلاط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. هنا كنحطوها من فوق ورقه ديال الزبده، مره كنحركوها من بلاصتها باش ما كيجيش فيها الشكلاط بزاف يعني من الاسفل. وكما كتشوفوا بعد ما كندير لها الشكلاط كنلصق فيها هكا الورد البلدي من الفوق كما كتشوفوا. والتزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه. وبالنسبه للكميه ديال الحلوى اللي درتها محشيه بالكاوكاو، النصف ديالها كنديرو بالشكلاط الابيض والنصف الثاني كنديرو بالشكلاط الاسود. هنا كما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها ديال الحلوى، كميه اللي هي وفيره ديال الحلوى. والشكيلات كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين، وماشي غير الشكل البنات، يعني حتى المذاق بالنسبه لهاد الحلوى هذه جات زوينه بزاف في المذاق ديالها وجات رائعه. وبالنسبه للشكل الثالث يعني خليته هكاك غير بالبيرميسيل كما كتشوفوا معايا، يعني شكلها كيجي زوين بزاف وكيجي رائع، ما كتحتاجش باش نزينوها. كنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين. وشكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو حتى الاخر، ومع السلامه الى فيديو المقبل ان شاء الله، في امان الله.